هادشي اللي وقع عجيب سبحان الله خويا حنايا جالسين ما علينا ما بينا في الحومة كما العادة، حتى كنسمعو دار طاحت، تنجيو كنسبقو كنلقاو الدار طاحت بالناس ديالها، كنقدو واحد الطفل عمر 12 سنة 13 سنة هو اللي كان باقي حي، ماتوا له والديه ماتوا له خوتو من الساكنة ديال ديك المنزل اللي طاح، هو اللي بقى حي. تنقدو واحد جوج أشخاص كانوا ساكنين في القرصونية هما اللي جبدناهم، كنقدو واحد المرا ميتة مسكينة جبدناها قال لك ما تست في الطبيب، جبدناها حية قال لك ما تست في الطبيب، وواحد الراجل جبدناه ميت، وواحد الطفلة صغيرة مسكينة عندها ديك 8 سنين هكاك جبدناها حتى هي ميتة مسكينة. المهم الشباب ديال الحومة والناس تعاونوا وشي من هنا من هنا اللي قدرنا عليه جبدناه واللي ما قدرناش عليه حتى جات البومبية ديك الشي اللي عندها ويلاه قدرت تحفر وجدت واحد المرا مسكينة كبيرة بقاو فيها قال لك هي النص سميتها أمي السعدية مسكينة، ولادها كانوا على برا مساكن ولادها دراري، هي اللي كانت مسكينة في الدار مع مرا كبيرة ما كتقدش تتحرك طاحت بقات تما مسكينة حتى طاحت عليها الدار، طاحت عليها الدار قال لك مسكينة لقاو فيها غير النص النص الآخر ما عرفت. أيوا هادشي اللي كاين والله يرحمهم